لكم دي الاخ اللي طلبها مني ولا عايز بيضة نعام، تمام. وبعدين بعد ما مع فاهم، فالدنيا ضغطت معايا يا اخويا جدع، وافتكرته عايزها فاضيه عشان خاطر يلونه ويرسم عليها، بعدين طلع عايز ياكلها، فبيبقى حوار شويه. انا ايه اللي خلاني يعني اديها لك كامله، ولا ممكن اصبر عليها في مكنه البيض وتطلع فرخ وابيع بفلوس. لكن رغم ذلك شلتها انا، ما علينا. فالنهارده جاي لكم طريقه عمل البيضه بتاعت النعام اللي عايز ياكلها، تمام. اللي عاوز برضه بعد كده هبقى اجيب له، بس هبقى فاكر. فعايز اقول لك هتعمل ايه. طبعا بتكسرها، هتجيب طاجن، تحط فيه زيت، تحطه على النار، هتستنى 5 دقايق تكسرها، فاهم حاجه، وتحط البيضه فيها وتقلبها، وتحط سنه ملح، وادعي لي. ولو ما حدش قال لكم على الطريقه دي قبل كده فادعوا لي يا اخواتي، مش هحرمكم من حاجه، عمري ما حرمتكم من حاجه بفضل الله. وبقول لكم ايه، انا قلت لاخويا انا كان ممكن اغشك واقول لك فيها صفار واجيب بيض الفراخ واحطه فيها بالحقنه تك تك، بس اخوك ما بياكلش حرام، وقلت له ده لازمك ولا مش لازمك، قال لي مش لازمك، قلت له انا شلتها وخدتها وطلع عارضها تاني، وان شاء الله هتطلع عشان باكلها بالحلال، مش زي اللي مش عايز اجيب اسمهم يا خال. والدنيا الفتره الجايه كل حاجه هتوضح، وهتعرف مين اليمين ومين الشمال، واحنا على الله ان شاء الله رقم 1 على الأرض.